تفتكر لو حصل انفجار نووي مين يقدر يعيش بعده؟ تعال أقولك على 7 كائنات غريبة جدا. أولهم الصراصير، حتى بعد هيروشيما اتشافوا عايشين جنب مكان القنبلة. تاني واحد العقارب، بيتحملوا الإشعاع ويتجمدوا ويرجعوا للحياة عادي. أما دبابة الفاكهة يقدر يعيش وسط إشعاع رهيب حجمه بيحميه. وفي كمان دبابير براكونيداي أقوى من البشر ب 300 مرة ضد الإشعاع. واللي يخليك تندهش بطيئيات المشية، الكائن اللي عاش حتى في الفضاء. وأسماك الموميشوج بتغير جيناتها عشان تعيش حتى في المية الملوثة. وأقوى كائن في العالم بكتيريا دينوكوكس، بتصلح الDNA بتاعها فوراً ومش بتموت من الإشعاع. يعني لو العالم كله انتهى، الكائنات دي لسه هتعيش.